اليوم انا جلاله الملك تنحضر معاه بعض النوبات وتنشوف وتنسمع. جلاله الملك الحمد لله لا ينتمي لطرف، هو فوق الجميع، لا الاحزاب السياسيه لا المؤسسات الدستوريه لا الجهات المكونه للدوله، وهذا يسمح له وعنده ثقافه الانتباه للاشكاليات اللي تعيشها المغرب، الاشكاليه الامنيه الاخيره اللي بمبادره منه جمع المعنيين بالامر باش انطلقت يعني واحد الحمله ديال يعني الوقوف يعني في وجه هذه الاشكاليه الامنيه. هذه القضيه ديال الهجره حتى هي وعنده الثقافه ديال هذا الشيء، وعلى هذا الشيء هو امير المؤمنين. والثقافه ديالو ثقافه في الاصل ديالها ثقافه اسلاميه، والحمد لله على لطف الله. لان هذاك الشيء كيسمح له باش يشوف، وملي كيبغي يتدخل الحمد لله ما عندوش العوائق اللي عند الاحزاب ولا عند الحكومه ولا عند الاطراف ولا عند، وتيعدل الكفه يوجه الدوله الامور اللي اما كتكون ما انتبهت لهاش بما فيه الكفايه. سمحوا لي راه جالس كنعاود لكم نتيجة تجربة مازال ما كملاش سنتين ونص، واني مزيان ملي كتحسبوا لي الايام معناه ان هذه الاقامه ديالي في هذا التويتر راه مهمه بالنسبه اليكم. مازال ما كملاتش سنتين ونص، ملي تكملها نعلمكم ان شاء الله. ف الله يجازيه بخير. كينبه الدوله وكينبه الحكومه، لكن اللي بقى فيا هو انه بعض الاخوان جاو قالوا ما كايناش سياسه حكوميه، ما كايناش. واش تكون واحد الحاجه بالمبادره ديال جلاله الملك ونخرطت فيها الحكومه وتغير الوضع ديال الوزاره اللي كانت مشرفه عليها من وزاره منتدبه لوزاره عاديه، وتعطات فيها وتفتحت فيها 83 مكتب في الولايات والعمالات. غنسولك السي حصاد، لولا التوجيهات الملكيه غتكون صرعتي بالاجراء ديال هذا الشيء كامل. كلنا تجندنا باللي جات التوجيهات ديال جلاله الملك، تنقولها بافتخار واعتزاز وما تنواخد عليك حتى حاجه السي حصاد، لان الاداره ما كتعاملش بنفس الطريقه ملي كتكون التوجيهات الملكيه وملي ما كتكونش. سمحوا لي وتعرفوا الحقيقه هي هذه. كلنا تجندنا و83 مكتب والاعلام وواحد العدد فوق 500 ولا 600 تعطاو لهم لي كارت دو سيجور، والاخرين جايين 15000 ديال الناس الى اخره الى اخره، وتجيو تقولوا ما كاين والو. ماشي معقول، هذا غير معقول.